اللوحة التالية تتكلم عن ميم الجمع، وهي الأمر الثاني المستثنى من جواز الروم والإشمام. ميم الجمع على قراءة الصلة. قرأ بعض القراء العشرة بصلة ميم الجمع بواو لفظا في حالة الوصل على لهجة بعض العرب، نحو عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا وقفوا سكنوا الميم هكذا عليهم، ولا يقولون عليهم، لا يأتون بميم مضمومة مع صوت منخفض، لا يرومون ولا يشمون، ولا يدخل الروم ولا الإشمام على هذه الميم. نرى على اللوحة الأمر الثالث المستثنى من من جواز الروم والإشمام، وهو الحركة العارضة. لا يدخل الروم ولا الإشمام على الحركة العارضة. ما معنى العارضة؟ بين قوسين غير الأصلية، ويوقف عليها بالسكون فقط، نحو قل اللهم. فقل اللهم قلنا بأن اللام الأصل فيها السكون، وإنما كسرت للتخلص من التقاء الساكنين. فإن وقفنا قلنا قل، ولا نقول أبدا قولي، قولي، لا نفعل ذلك أبدا. المثال الثاني وإذ ابتلى، أصلها أيها الإخوة وإذ بذال ساكنة، لكن لما جاورت الذال الساكنة باء ابتلى اجتمع في النطق ساكنان، الذال الساكنة والباء الساكنة، فاضطررنا لكسر الأول منهما حتى لا نجمع بين ساكنين. لسنا نحن الذين فعلنا ذلك، وإنما العرب في زمن النبوة وقبل زمن النبوة، ونحن نحاكي ونقلد نطقهم، فيقولون وإذ ابتلى فيكسرونها للتخلص من التقاء الساكنين. فهل في هذه الذال روم؟ هل نقول وإذ بذال مكسورة بصوت ضعيف؟ أبدا، لا نفعل ذلك أبدا، وإنما نقف بالسكون لأن كسرتها عارضة. أيضا المثال الثالث في هذه اللوحة قوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، فلولا إذا بلغت الحلقوم يعني الروح، وأنتم حينئذ تنظرون. حينئذ هذه الكلمة أريد أن أشرحها لكم أيها الإخوة. حينئذ آخرها حينئذ، هي أصلها حينئذ، مثل وإذ ابتلى التي مرت معنا منذ قليل. حينئذ، ثم إذ هذه ساكنة الذال دخل عليها تنوين، والتنوين كما نعلم نون ساكنة، فاجتمع عندي ساكنان، الذال الساكنة من حينئذ والتنوين الذي هو نون ساكنة، فاضطررنا إلى كسر الذال للتخلص من التقاء الساكنين، فقلنا حينئذ ذن، فكسرنا الذال للتخلص من التقاء الساكنين. فإن وقفنا زال التنوين، لأن التنوين لا يكون إلا في الوصل، في الوقف يحذف التنوين. فهل إن زال التنوين تبقى الكسرة؟ لا تبقى، لأنها كسرة عارضة ليست أصلية، أتي بها فقط للتخلص من التقاء الساكنين. فليس لي إذا وقفت على قوله تعالى حينئذ أن أكسر الذال في الوقف، أن أقول مثلا حينئذ، ليس لي أن أفعل ذلك محتجا بأن الذال مكسورة. لماذا ليس لي ذلك؟ لأن هذه الكسرة عارضة ليست أصلية، الأصل في هذه الذال السكون، وإنما كسرت للتخلص من التقاء الساكنين. إذن خلاصة ما قلته اليوم أن الروم والإشمام يدخل الكلام العربي إلا ثلاثة أمور. الأمر الأول هاء التأنيث المكتوبة هاء
وأما المكتوبة تاء فيدخلها. ميم الجمع على قراءة الصلة الحركة العارضة، وشرحنا ذلك مع التمثيل له، وبقي مبحث يتعلق بهاء الضمير.